يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. رجعنا وياكم من جديد. متابعينا شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. طبعا ذني هذا 1 2 3 وهذا الديك كله يطلع ان شاء الله. هاي هنا بيضة وهنا كذلك بيضة. ذن ان شاء الله راح يطلع، بس خذ كم من محمية اجي اشتغل بيها ان شاء الله. بس اللي تكمل راح ارتب كل المحمية هاي كلها. شوفوا هاي صار الهوس والخبصة والزبات كرمون كلها راح تتنظف وترتب محمية من جديد. شنو راح اشتري دجاج كله جديد، كله جديد. بس طولنا المجال واحنا بيضات ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. 2 4 6 7 بيضات. لا اخذني مال المعمل كلهن. نجيب الفشي واخذ بيهن وراح اخليهن بالفقاس الذني. اللي اشوف اذا بيهن تلقيح حتى اظل اجمع من عندهن، واذا ما بيه لقاح حتى شنو بعد قبل الطاو. هاي بيضة هاي بيضة شوفهن. طبعا خليت هاي هنا العصة حتى شنو بالليل من يصعد عليها ينامن اسحب هاي دجاجة والدجاجة السوداء اسحب اخليهن هنا حتى نستفاد من البيض مالتهن. هنا شنو يظل يتكسر ما نقدر ناخذهن ورا هذا الديك مخسبق حتى ذيله طايح. هسه حصوركم بسبانيات شو ما شاء الله. طبعا هذا الدجاج الحجي هو يخليهن هنا جوا. ايش بيك تتحرك؟ ان شاء الله انتظرونا، راح نرتب لكم محمية ترتيب ثاني. وراح اجيب التبن، تعرفون التبن، راح افرش الارضية كلهن. بس اعطونا مجال شوي لان الخميس خلاص امتحانات لحد دوامات، يعني دوام جديد مال الجامعات. اليوم اثنين ما عندي دوام، ثلاثاء من ثلاثاء وبعد نهاية 12 ينتهي الدوام. فان شاء الله انه شنو كل يومين راح انزل لكم فيديو. راح اشتري دجاج واشتري اعلاف واشتري كل شيء، يعني تجهيز للموسم ان شاء الله خير. وهاي الحلوات اللهم صل على محمد وآل محمد راح اصعدهن لكم فوق. في تقريبا 15 يوم هيجي راح اصعدهن فوق لكم ان شاء الله. شوف هاي الارضية راح اكنسكلها لكم واذب هنا التبن. وعندي شغلة ثانية، قلت اجيب خرفانة ونعجات 2 صغار واحنا نربيهم ويانا بالمحمية، نربيهم بالمحمية. فاذا تحبون الفكرة حتى اجيب هنا خرفان 2 وخليهن هنا نكبرهن. فاذا عجبتكم الفكرة قولوا لي حتى اجيب هنا 2 خليها مكان تقريبا شبه راح يفرغ عندي. حتى لو شلنا قسمه بالنص خلي مثلا هذا هنا الخرفان هذه الصفحة وهنا خلي البش. ما شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا هسه الاسبوعين قاطعات لان شنو هاي كانت كارثة، وهاي من جبتها تقريبا صار لي شهر ونص او شهر، لا اكثر من شهر لحد لا ما مبيضة. فان شاء الله هسه من رايح يبدا البيض مالتهم. هاي الشايبة مالتنا وهاي جبناها جديدة ان شاء الله نعبرهن وذاك الديش حتى نستفاد من البيض مالتهن حتى شنو يكركن. انتظرونا راح اصور لكم باقي الطيور وجبت لكم مفاجأة هسه راح اصورها لكم. وهاي طيور الحب مالتنا والكوكتيلة. طبعا طيور الحب عندنا زوج راح يبيض. شوفوا ذيك النثية الزوج القديم ذاك البيت الاخير شوفوه النثية قاعدة بيه. هذا الفحم مالتها، هذا الفحم مالتها الاول. هاي الكوكتيلات هذا عندي 24 ساعة اشوفه يطلع من ذاك البيت، فان شاء الله راح يبيضن. عندي مقويات هسه راح اجيبها لهن، وكذلك راح اجيب الخلطة مالتهن لان هسه بعد خلص الصيف. ان شاء الله اجيب الخلطة مالتهن حتى شنو يجهزن للبياض وتحفيزات وكل شي نجيبهن ان شاء الله يستاهلن. لان بدا الموسم مالتهن وحافظا على رواحتهن يستاهلن كل شي.
طبعا انا قلت اجيب اخفاص صغار واخلي كل زوج وحده، بس انا قلت هذا كافي عليهن قفص، يعني بعد ما اجيب طيور يعني ذني كافي عليهن. والواحد عنده ملاحظة يكتب لنا بالتعليقات. بالنسبة للقفص هسه راح اصوره لكم. قبل اسوي القفص هذا شنو؟ هذه الطريقة مالت الدبس اللي بصواني، مو دبس دمعة لا. شوف هسه هذا تخليه بقونية تعصره، يعني مرة فورة، والنوب ترسه بيدك ترسه، والنوب تخليه بالقونية. النوب راح ينزل هنا الماي مالته، هاي الماي مالته بعدين تخليه شرة فوق سطح او جو على الشمس يومين، والنوب تصفيه يصير الدبس. اسوي خفيف شوفوا ماي بس من شرة يصير دبس ثخين. وهذا القفص مالتنا طبعا ارضية فرتها، حطيتنا انا صخر دقيته، وراح اصبها بالليل ان شاء الله. هاي المدقة مالتنا دقيتنا انا خشب، هنا حاطين ندق عليه السيم هنا وهنا. بالليل اسوي هاي، احط له بس منها داير ما داير تكمل المحمية. من اخلص بالليل اصف هاي الفتحات من هنا نخليهن سميت. لا تنسونا باللايك والاشتراك. استعصركم باقي الطيور وابقوا وياي. اللهم صل على محمد وآل محمد. رجعنا لكم من جديد. طبعا جبت او انطون هدية للمحمية، شوفوهن 7 طيور حمام. هذا حب رمان شوفوه، هذا ثاني واحد، هذا فحل. هاي الحمام الزرقاء هاي نثية، هاي اللي بصفها من هناك فحل، ذيك بالاخير نثية. وهاي هنا عندنا وحدة جوا وعند هناك وحدة شوفوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذين 7 طيور. طبعا هذا المكان اللي تعرفونه انتم مال الاسبانيات فوق السطح، بعد ما مرتب حتى الباب طايح، شوفوه الباب طايح، فلازم ارتبه قبل اصعد الاسبانيات. هذين الحمامات راح اخليهن وين؟ راح اخليهن بالخانات اللي سويتهن جدد. تو رحت لابو الخشب اجيب فايبر، فما حصلت عنده، قلت تعالي باكر، يعني مو ما حصلت، قلتها معزل ماشي صاير عندهم. ان شاء الله باكر صبح اذا ما رحت الجامعة اروح اجيب فايبر، واذا رحت الجامعة معناته العصر اروح اجيب فايبر ان شاء الله. لا تنسونا باللايك والاشتراك حتى نسمع وياكم المزيد ان شاء الله. شوف الجمال والدلال. ان شاء الله الليلة نكمل لكم المحمية الكبيرة حتى نجيب فناجز بيها وفاخة ملكي. لا تنسونا باللايك والاشتراك. اخوكم حسين العراقي جاي تعاركن. طبعا كل نفس الشي ما يبين الفحم النثية، بس ذن الاثنين البيض بحله. وهي من نثية او اعتقد نثية، هن 3 ذكورة اعتقد او 4 و3 انثاية، هن من زوجات، بس ما اعرف الفحم من النثية. اللي عنده طريقة يعرف الفحم من النثية خليه يكتبلي بالتعليقات حتى اطبخها واعزل كل زوج واحدة. تحياتي لكم. وهاي 3 خانات، 1 2 3 شوفون. ما كملت لين خلص البليستات مال الكابسة تنابيس. هسه راح اجيب فايبر قياس 60 ب60. هسه اجيب فايبر واجي حتى بالليل نكمل ان شاء الله حتى نخلي بيها الحمامات. هاي فناجز عندي بالبيت جوا، يوم طلعت لقيت اشمسهن نبخو شمستهن، بس طلعتهن 5 دقايق لقيتها ميتة. كل شرط 5 دقايق او اقل 5 دقايق لقيتها ميتة. وهاي لقيتها مال لسانها ما يتحملن الشمس، وعد العصرية طلعتها مو شمس قوية. يا الحمد لله على كل حال. ما مخزون يعيش. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد معاناة طويلة وكثيرة كملنا المحمية، يعني كملناها 100%. الباقي بيه الوحيد هو شنو؟ هذا الجدار مالتها، يعني لا لبخناه ولا خلينا له ثير اصطناعي. فاحنا ما عندنا وقت، هنخليه له ان شاء الله بالايام يعني بالمستقبل راح نخليه له شنو؟ ثير اصطناعي. طبعا راح ندبن هنا زوجة او زوجين حتى نتأكد نشوف يظلين يطيرين. خاف ما عندنا فتحات بعد، احنا عالجناهن. هاي هنا خليتها قلت الفلاش، قلت بركة الفنجوس هنا عالشيش اذا ما ابو بريس موجود هنا وهنا. اول ليلة من بخذن الظروف وهاي عفتها قلتنا ابو بريس وقتلته. وهاي الطيور شوفوهن، هاي كبداية جبنا لنا 5 زواج. طبعا جبتهم من صديقي محمية عنده 3 فحل و7 ثاية. قلت لي هذا ما هم، جبنا بعد فحل وياهن. شو ساعتكم ذن فوق 3 انثاية. هذا فحل صار شوفوه، ذاك بالاخير فحل، وهذا الازرق فحل. البيض 4 انثاية. ذن شو ذن 2 انثاية، وهاي نثيه. هذا صيدتين ذكورة، وبعدين هذا ثالث ذاك. المهم هاي البنك خليناها للظهر نفتحها لهن. انما فتحات هذا خليت الفوم. هاي من انا لفيتها بسيم، انه برجعت خليت هاي الوصلة هم طقتها بسيم حتى يخاف طير لني يطلع. هاي شوف فريتها على طول النخلة. طون رأيكم بالمحمية ما بها نقوصات. اما على هاي قلنا لكم حنجيب ثير اصطناعي. هسه هنطير لكم، راح اطير 2. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يهنا سعيدات الحظ اول ليلة بالمحمية. راح اركض 2 وارجع لكم. تابعين هاي قضيت الثانية. شوفوا هاي الشمعية، هاي مات بنتي سجاوي انطيتها لها. تعبانة خطية. وهاي الثانية شوفوا. شوف انا جبت من ولد بعد محمية، يعني طيارات ما نخاف عليهن. ان شاء الله باكر شنو نحط من هنا الشمعة وكذا. وكعبالي طبعا تدرون ذني فوق. وصلنا بقى 2. راح نطلع بعد 2 طيتهم. طلعهم وارجع لكم.
أو خليه هنا. تعال تعال تعال. هاي أول تشوفوه. هذا مطير طق طلع قبل. راح أعوفين من 4 عشان نشوف شنو يبغين يطيرين يبغين يطلعن. وبعدين هرجعهن البيت. وهاي مات الماي أخليها هنا جوا. عندي بعد هناك جوا. لا تنسونا باللايك والاشتراك وانطونا رأيكم. لا خلي هنا خشبة فوق يعني تسندهن حتى بالقاع. هلا والله متابعين، رجعنا لكم من جديد. طبعا هاي الدجاجة والسودة حولتهن هناك، وإذا نيت الديوتشي هذا ضل واحدة لين شنو ما نستفاد من البيض مالتهن. بيضا باليوم 2 3 بس شنو ياكلن البيض ما يطلعن الديشة كلش وحشي ما شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. طبعا هاي خايفة لحد الآن شنو يقتلون بيها. شنو ساعدهن جد 6 بيضات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أصوركم الإسبانيات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والإسبانيات هسه أصوركم وطيور الحب والبقية. شوف الديش حتى ذيلا طايح. الإسبانيات إن شاء الله بعد كم يوم راح أصعدهن فوق السطح، بس أرتب مكان. يعني هسه مكان مخلي بيه حمام، من كم الخانات أخلي الحمام بالخانات وإذا طول تصعدهن فوق. لا تنسونا باللايك والاشتراك حتى نستمعكم مزيد إن شاء الله. هسه راح أصوركم باقي الطيور وياي. متابعين الكرام، هسه راح أدخل بقية الطيور جوا. طبعا ذني 2 يعني شنو موجودات كلهن 4. طيرنا 4 قلنا خلينا نجرب. هسه من جوا راح أصوركم. هسه راح أفتح الباب والله. فتحتين الباب فيطير. واحد طلع. طلع الثاني.
وقع واحد، يلا آخر واحد هو الخسران. طلع ونرجع لكم. تابعينا هاي آخر نفيه كتير خاسر، شوفوا هاي ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي محميتنا الصغيرة والبسيطة. طبعا بركة ما راح شغلها لان جو كل زين. هاي تعبانات انتو ارتكبهن. النوع بنشتغلها احشاش ونخلينا هنا اخشاب مثلا يوقفن عليهن الطيور. ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أول مرة حطيت هناك بالمحمية وتشوفون قدامكم نزلن. طبعا قالوا لي صب الأرضية بس لا صبها تصير مو حلوة، خليها هيجي أحسن. قالوا طب الجريدي أو الحية لفعة. عسى الله كريم. أنا منها صبيتها شوفوها، هاي من جوا كلها صبيتها بعمين الطب، ومن هناك السياج هم مصبوب وكامل، ما احتضر بعد شي يدخل.